نقول كده موضوع مهم جدا هنطرحه معاكم النهارده، وتصورات نحو امتحانات الثانويه العامه والاسره المصريه ازاي تتعامل مع الموضوع دوت. هيكون معانا ان شاء الله دكتور شادي عابد، دكتوراه تكنولوجيا التعليم، هيدينا نصايح كتيره. تمام. بعد كده هنتكلم عن الاحتياجات النفسيه للمراه. اي حد بيبقى عنده احتياجات ماديه وكمان احتياجات نفسيه، يعني هنركز النهارده على المراه بشكل خاص. إيه احتياجاتها النفسيه؟ هي محتاجه ايه من الناحيه النفسيه؟ زي ما هي بيبقى عليها اعباء ناحيه كل يعني اعضاء الاسره، زي ما قالت كمان رباب انه في الامتحانات بيبقى ده عبء نفسي كمان على المراه، فهي كمان محتاجه ان حد يسندها نفسيا. رجعنا معاكم مرة تانية ولسه متواصلين مع برنامج هي، والنهاردة هنقدم نصايح كتيرة جدا لعزيزتي المرأة علشان تتعامل مع امتحانات الثانوية العامة، ونقلل من حدة القلق والتوتر اللي بيكون موجود في بيوتنا المصرية، لأنه في بعض الأحيان بيكون يعني قلق مبالغ فيه، وزي ما قلنا بيبقى ليه أثر نفسي وليه تبعيات كتيرة جدا على الطلاب حتى نفسهم وهم رايحين الامتحانات. فاحنا النهاردة عايزين نمتص من حدة القلق والتوتر، ونقول أساليب كتيرة جدا ممكن نعملها بسيطة في خلال الفترة ما قبل الامتحانات. معانا ومعاكم دكتور شادي عابد، دكتوراه تكنولوجيا التعليم. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا. منورنا. وخلينا نبدا معاك ونقول القلق والتوتر، هل هو فعلا مبالغ فيه في فترة الثانوية العامة، ولا ده شعور طبيعي جدا بيكون موجود عند الاب والام وبالتالي بتنقل للطالب؟ والله هو في عنصرين اساسيين بالنسبه للطلبه بيزودوا عندهم نسبه التوتر. العنصر الاول هو الاهل ذات نفسهم، يعني الاب والام اللي ما بيبقاش عارف قدرات ابنه او بنته. يعني انا ببقى طالع من ثالثه اعدادي عندي مشاكل في المواد العلميه بنته، يعني انا ببقى طالع من ثالثه اعدادي عندي مشاكل في المواد العلميه او عندي مشاكل في الرياضيات، وفجاه ان الاب يصر ان ابنه او بنته يخش علمي وهو بيحمله فوق طاقته او غير رغبته، وده بيسبب التوتر. العنصر الثاني عنصر مهم جدا هو بعض المدرسين. بعض المدرسين بيتخيلوا ان انا بكتر الامتحانات بكتر الضغط كده انا هجيب نتيجه افضل، وهو بيعمل امتحان مش للطالب، هو بيعمل امتحان له هو ذات نفسه علشان يقول لزميله انا امتحنت 100 امتحان في السنه، انا امتحنت الطلبه 200 امتحان في السنه. لا، هو نظام الامتحان ده بين الامتحان والامتحان فيه فتره علشان اقيم الطالب بتاعي ايه جوانب القصور اللي غلط فيها في الامتحان اللي فات، وابدا اعمل خطط معالجه، مش ان انا ابدا اديله امتحانات وازود التوتر وارعبه وارعب اهله من شهر 7 او شهر 8. ده احنا الايام دي نسمع ان في بعض المدرسين الحجز هيبدا ثانويه عامه، الحجز هينتهي. ليه التوتر ده؟ ما تسيب الولد ياخد اجازته، هو طالع من امتحانات اولى وثانيه ثانوي مجهد، وولي الامر مجهد، سيبه ياخد فتره الراحه بتاعته ويبدا الدراسه بتاعته عادي خالص، ابدا معاه، ابدا السنه عاديه خالص خالص خالص. في بعض المدرسين بيعمل امتحان قبل ما يبدا مع الطالب، يقول له انت هتعمل امتحان قبول عشان اخدك او ما اخدكش. فطبعا كل الكلام ده بيزود التوتر والقلق لولي الامر وللطالب. شكل البيت المثالي يا دكتور شادي لاي اللي عليك النتائج دي بتاعت ربنا. يعني النتائج بتاعت ربنا، وخصوصا بعد اول شهر في الدراسه فنفاجئ ان الطلبه بترجع من اول اسبوع، من اول مش من اول شهر، كمان في شهر 9 نيجي نلاقي مدرس العربي عامل امتحان، مدرس الانجليزي عامل امتحان، مدرس التاريخ عامل امتحان، مدرس الفلسفه عامل امتحان، كله في نفس الوقت. طب الولد ده لسه ما بداش، الولد لسه ما بدأش، الولد لسه راجع في الصيف مع الحراره مع الضغط ده كله، مع الاجازه. في بعد كمان نفسي يا دكتور، انك انت وانت راجع بتكون لسه ما دخلتش في المود نفسه، بتاخد فتره نفسها تهيئ نفسك. الموضوع مش محتاج كل الضغط ده. والله الموضوع ما هو محتاج كل الضغط ده. لا، احنا لازم نخلص المنهج بتاعنا في شهرين، وبعدين نجيب الكتب الخارجيه كلها في شهرين، وبعد كده نحل الامتحان. ليه الضغط ده؟ يعني ليه الضغط وليه التوتر ده؟ سيبوا الولاد براحتهم، سيبوا الولاد يتعلموا براحتهم. الهدف مش الامتحان، الهدف هو التعليم. ليه احنا محولين الامتحان هو قياس وليس تصنيف؟ ليه احنا محولين الامتحان على انه بصنف ولادي؟ ده جاب 70% اذا ده طالب نص نص، ده جاب 90% ده طالب متميز. لا، ده ممكن اللي جاب 70% ده يبقى متميز لان هو مستواه 60 ومبدع في مجالات ثانيه، ومبدع. القمه مش في الكليه، القمه في الطالب. صح.
القمه في الطالب اللي يخش اي كليه يحقق هو قمته ويستمر فيها ويثبت نفسه ويثبت نفسه. انما الكليه ليست هي القمه، ولازم احنا نغير تفكيرنا ونغير تعاملنا مع اولادنا بهذا الاسلوب. هل يا دكتور قلة خبرة أو وعي الأسر في بعض الأحيان إن أنا مثلا عندي السنة دي ثانوية العامة وهي الأولى، ابني ده أو بنتي ده أول مرة بنمر بالحالة دي أو بنمر بالتجربة دي، فعلشان كده بيبقى الضغط مور شوية زيادة شوية ماتش شوية، لكن لما يكون عندي مثلا بعد سنة وسنتين ببدأ بقى البنت التانية الأمور تكون ميسرة شوية، الضغط بيكون أقل شوية، فهل فعلا أول واحد بيبقى كل اتجاهنا ناحيته؟ يعني انا بحيي كل اولياء الامور لان عليهم ضغط رهيب، ضغط كبير جدا جدا جدا، من اول ما بيقدم لابنه وبنته في كي جي 1 وهو بيتخيل مستقبله. انا ابني ده هيوصل لفين؟ انا نفسي يبقى دكتور، انا نفسي امشي في الشارع الاقي اليافطه بتاعته مكتوب عليها اسمه اللي هو مرتبط باسمي. وبنتي نفسي ان هي تحقق احلامها في مركز مرموق. فمن اول كي جي 1 وكي جي 2 وانا بحلم لها. وجينا على سنه ثالثه ثانوي، هي دي السنه اللي هتفصل اذا كانت هتحقق حلمها اللي هو حلمي ولا الحلم ده هيتكسر. فطبعا هو ذات نفسه ولي الامر بيبقى متوتر وبيبقى خايف وبيبقى مرعوب، علشان كده هو ذات نفسه بينقل، ما بيقدرش يفصل خوفه وقلقه على بنته او ابنه عن الاسره، وبيوصل لهم قلقه ده. فطبعا لما بيكون اول مره طبعا بيكون النسبه اشد والتوتر اكتر. هو اول والامل كبير قوي، والامل كبير جدا والطموحات عاليه جدا وسقف الطموحات رهيب جدا جدا جدا. طب ليه ما بنفكرش في انه لو ما نجحش في المجال ده، لو ما جابش المجموع، انا ممكن اوجهه ل يعني اتيتيود تاني مثلا او اتجاه تاني، ترند تاني يكون ناجح فيه في حياته؟ مش معنى ان انت فشلت في اتجاه او ما جبتش الحاجه اللي انا بتخيلها او اتوقعها معناه ليه سقف التوقعات بتاعها ما يمتدش؟ هو ده بقى اللي وزاره التربيه والتعليم بتوجه بيه بقى لها سنتين، ان احنا يعني بنغير نمط التعليم. ان احنا بنقول للولاد انت ما بتحفظش، انت بتبدع. فعشان كده انا لو طلعت ولد مبدع هيبدا هو يفكر. حتى بقى في طلبه دلوقتي بتتوجه لكليات ما عادتش الكليات بتاعه الاهل بتاعه زمان، بقى دلوقتي بيفكروا دلوقتي في كليات تانية. يعني الولد بدل ما هو في اولى وثانيه ثانوي وثالثه بدا يفكر في كليات تانية اللي هي لها علاقه بالذكاء الصناعي والتكنولوجيا والكمبيوتر والكلام ده كله. بدا الابن ذات نفسه يقول لك لا انا هفكر في ده، انا هتوجه لده. لا، كليه الطب او كليه الهندسه او الكليات اللي بنقول عليها كليات القمه ما عادتش هي اللي بتستهوين، لان الطالب ذات نفسه هو اللي بيختار. يعني الطالب ذات نفسه هو دلوقتي اللي بيختار. احنا بنحط الطالب في الوزاره، في وزاره التربيه والتعليم، ان الطالب ذات نفسه هو اللي بيحدد، هو اللي بيختار الدنيا اللي هو عايز يعيشها او الطريق اللي هو عايز يسلكه. جميل. طيب عايزين بقى نقول شكل الفترة الأخيرة في حياة الطلاب أو ما قبل الثانوية العامة بتكون عاملة إزاي؟ إيه اللي المفترض يتواجد في بيوتنا من جو زي ما حضرتك قلت يعني نفسي، من حالة مزاجية، من حالة نفسية، استعدادات، تحضيرات، إيه اللي المفترض الأم أو الزوجة أو الزوج يقوم بيه علشان الشهر ده يعدي بشكل سيف؟ أنا دلوقتي بوجه كلامي للسادة أولياء الأمور وبوجه كلامي لولاد الطلبة. انا عايز اقول لهم السنه دي اطمنوا. السنه دي اللي انتوا داخلين يعني شهر الا 3 4 ايام الامتحان، انا عايز اقول لهم اطمنوا. كل المشاكل اللي واجهت طلبه ثانويه عامه في السنتين اللي فاتوا او في ال3 سنين اللي فاتوا او من 2015، الوزاره والوزاره السنه دي مختلفه عن الوزارات اللي قبل كده. طب مختلفه ازاي؟ الوزاره السنه دي عندها ودكتور رضا عنده مبدأ وعنده إرادة قوية للتغلب على كل المشاكل والصعوبات اللي واجهت الطلبة وأولياء الأمور. الصورة بتاعت الأم اللي هي خارجة من بنتها خارجة من اللجنة وهي منتظرة منها كلمة، والأم منهارة، والبكاء والعيط والحزن نتيجة بعض المشاكل اللي واجهوهم في الامتحان، الوزارة بصت لده. كل وزارة التربية والتعليم كان لها رؤية وكان لها نظرية في التعامل، وكان لها نفسها ان الامتحانات تبقى خفيفة، الموسم من الامتحان يكون ظريف. لكن اولياء الامور كان نفسهم حاجة تانية. اولياء الامور كان نفسهم حاجة تانية. اولياء الامور كان نفسهم ان حد يسمعهم. اولياء الامور والطلبة كان نفسهم حد يسمعهم. جاء دكتور رضا السنة دي من اول السنة قرر ان هو يسمعهم. طب قرر ان هو يسمعهم ازاي؟ عمل لجنة
عمل لجنه، واللجنه دي مش معموله النهارده، ده معموله من اول السنه من شهر 9 لحصر جميع المشكلات اللي اشتكى منها الطلبه في السنوات اللي فاتت. كل المشكلات من ضمنها مشكله الغش، مشكله الوقت بتاع الامتحان، مشكله الصياغه بتاعه الاسئله. وبدا يتابع وعمل لجنه قويه جدا. اللجنه تبعت ايه؟ تبعت جميع المقالات اللي اتكتبت على الثانويات العامه في السنوات اللي فاتت. تبعت جميع مقاطع الفيديو اللي فيها صور البنات وارائهم في الامتحانات والاسئله والصياغه. تبعت كل حاجه. وبدات بقى نلاحظ الله، فعلا في ناس عندها حق. ده الولاد واولياء الامور يقول لك ان في طالب عدى اولى وثانيه ثانوي في مدرسه وحول ثالثه في مدرسه ثانيه. طب اشمعنى المدرسه دي كل الطلبه توجهت ليها؟ لا في غش. يبقى في غش. يبقى اذا قررت الوزاره السنه دي يكون في شفافيه وموضوعيه وحق وعدل لجميع الطلاب. لجميع الطلاب. انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان اطمن اولياء الامور ان كل المشاكل اللي في دماغهم، كل المشاكل اللي رعباهم، الوزاره بتبحث عن حلول. بتبحث عن حلول فيها. اتمنع تماما التحويلات لطلبه ثالثه ثانوي. مفيش طالب ثالثه ثانوي هيعدي اولى وثانيه في مدرسه ويحول لسنه ثالثه في مدرسه ثانيه في محافظه ثانيه. الكلام ده مستحيل. طب دي مشكله الغش. طب المشكله بتاعت صياغه الاسئله. كان الاول، وانا عايز برضو اولياء الامور ياخدوا بالهم من الحته دي كويس قوي علشان صيغه السؤال. كان الاول احنا بناخد الاسئله من بنك الاسئله مباشره للمطبعه وتطبع الاسئله. السنه دي السنه الاولى الاسئله هتتجاب، لجنه من الخبراء هتشوف كل سؤال. هتشوف كل سؤال. طيب هتشوف كل سؤال ليه؟ مفيش سؤال من ضمن الاختياري اجابتين ينفعوا، ما ينفعش. احنا مش عاملين لغز للطلاب، مش عاملين فخ للطلاب. اللي بيصيغ السؤال مش بيصيغ السؤال علشان يحارب الولد. ما يبقاش الولد عنده مفهوم داخل قلبه او داخل دماغه واللي عاطط السؤال قاصد مفهوم بعيد. ده اسمه سؤال الفخ. احنا مش بنعمل كده. احنا بنسأل سؤال بيقيس نواتج تعلم الطلاب بعد المعرفة. ازاي يا طالب هتدير المعرفة؟ يبقى احنا عندنا معرفة وإدارة المعرفة. إذا الأسئلة كلها لا تحتمل غير إجابة واحدة. كان السنة اللي فاتت الطلبة تخرج ما هم الاثنين صح. الاثنين صح. مش هيحصل الكلام ده السنة دي. مشكلة ثالثة يقول لك الوقت. وفعلا تم التغلب على الوقت بتقليل عدد الأسئلة. يعني معنى الكلام ده إن بالفعل السنة دي ممكن تكون سنة ثانوية عامة مختلفة. بالفعل السنه دي ان شاء الله. هو طبعا الكمال لله وحده. لكن في مجهود بيبذل. الغش ان شاء الله ومحاولات الغش. اي لجنه ثبت العام الماضي او العام اللي قبله ان هي بتدار للغش لن يقام فيها امتحان ثانوي عام. جميل جدا. طيب بالنسبة بقى يا دكتور للبيت بقى، عايزين نعرف يعني كتر حل الامتحانات، وجود نماذج استرشادية، يتعمل جدول مثلا قبلها بفترة، جدول للمذاكرة، جدول للمراجعة، يعني كل الحاجات دي كلها عايزين بقى نصائح عامة كده خاصة بالطلبة يعملوا ايه علشان تعدي عليهم الفترة بشكل كويس، وكلمة شبح الثانوية العامة اللي كنا بنسمعها دي تنتهي تماما من حياتنا. النماذج الاسترشادية. اي طالب، اي ولي امر في اللحظه اللي انا بتكلم فيها دلوقتي هيخش على اي محرك بحث ويكتب النماذج الاسترشاديه. هتنزل له كل النماذج الاسترشاديه في جميع المواد. فايدتها ايه؟ فايدتها ان مفيش طالب يقول هو انا مانيش عارف صيغه السؤال جايه ازاي. حضرتك بقالك 8 اشهر 9 اشهر قاعد بتدرس، بتاخد معلومات. يا ترى الاسئله اللي جات لك دي هي دي اللي انت اتدربت عليها ولا اسئله مختلفه؟ حضرتك دلوقتي تجيب الاسئله دي وتبدا تحلها وتشوف شكل السؤال. الاسئله الاسترشاديه هي عباره عن تدريب لاولادنا على صيغه الاسئله وشكل الاسئله. الاسئله بتاعتنا هتبقى عباره عن 30% اسئله بسيطه جدا. 30% اسئله بسيطه جدا. انا برضو يعني بطمن برضو اولياء الامور والامهات بالذات لان هم اللي بيبقى عليهم الحمل الاكتر. طبعا. يبقى 30% اسئله بسيطه جدا. 40% اسئله متوسطه. يبقى انا دلوقتي وصلت ل 70% اسئله بسيطه واسئله متوسطه. ال 30% الاخرانيين هي الاسئله اللي بتقيس القدرات العليا. اذا انا الطالب المتوسط هيخش يجيب 70%. الطالب المتوسط
هيخش يجيب 70%. الدنيا هتبقى بسيطه والنماذج نازله. هي دي الاسئله. ما تروحش بقى تقول ايه ده انا رحت للاستاذ فلان واداني التكات. مفيش تكات، مفيش خدع، مفيش افخاخ، مفيش رعب. موضوع بسيط جدا. درب نفسك على الاسئله الاسترشاديه، هي دي نفس صيغ الاسئله اللي هتجيلك في امتحان اخر السنه. اطمئن. وكل ام وكل اب، انا بوجه الاسره دلوقتي، اطمنوا، ما تقلقوش، ما تخافوش، خليك ايجابي. في تعليمات ان بعد انتهاء الامتحان نموذج الاجابه فيه لجنه تانية. يعني نموذج الاجابه قبل ما يطلع في التصحيح في لجنه تانية هتشوف نموذج الاجابه. لو في اي مشاكل او اي حاجه هتتعالج قبل بدايه التصحيح. طب انا كولي امر او انا كأم، بنتي او ابني اتعرضوا لاي مشكله داخل اللجنه، تاخير، وقت، الورقه مش واضحه، كان في كل محافظه، في كل محافظه لجنه طوارئ، غرفه عمليات برئاسه وكيل الوزاره. حضرتك بنتك حصل لها مشكله، مشكله، توجه مباشره لمديريه التربيه والتعليم. قابل وكيل الوزاره قول له انا بنتي في اللجنه الفلانيه رقم جلوسها كذا وتعرضت لمشاكل من المراقب الفلاني او من الحاجه الفلانيه، هيتم التعامل معاها مباشره. السنه دي مختلفه ليه؟ وانا قلت السنه دي مختلفه ليه؟ لان دكتور رضا بامانه هو ما بيحبش الاشاده بيه، بس انا هقول المجهود اللي هو عمله. اهتم بكل صغيره وكبيره، كل كلمه، كل مشكله ظهرت في السنوات اللي فاتت بدأ يتكلم فيها وبدأ يعالجها. مجرد تقسيم الوقت، تقسيم الورق، النماذج A و B وألف وب وج ودال، هنعالجها ازاي لو اتأخر ورق؟ كل حاجة من الآخر كده احنا بنعمل حاجة اسمها المشاكل وحلولها. بنفترض كل أنواع المشاكل اللي هتواجهنا وبنفترض حلول ليها وبندرب الناس عليها. حاليا واحنا بنتكلم في تدريبات وتخطيط لتدريب اكتر من 300 الف معلم علشان يصيغوا لي اسئله لثالثه ثانوي السنه الجايه. 300 الف معلم طلبه ثالثه ثانوي ومدرسين ثالثه ثانوي. وانا هنا بقى بوجه يعني نداء لطلبه ثانيه ثانوي، مش ثالثه خلاص قدامهم شهر توجهوا للمدرسه. مدرسين المدرسه مدربين على اعلى مستوى على صياغه الاسئله، على صياغه الاسئله والتدريب على الحلول. توجههم للمدرسه، توجههم للمدرسه. دكتور، حسن يعني تنظيم الوقت او اداره الوقت، هل هي بنعتبرها سحر كده او عامل مؤثر او لغز في الثانويه العامه، انه ما قبل الامتحانات ويوم الامتحانات نفسها؟ عايزين بقى نتكلم عن فتره الامتحانات لان مهم جدا. اليوم بيعدي بسرعه جدا، بيبقى ممكن راجع من امتحان عنده يوم او 2 مثلا اجازه. فكره ان انت تنظم وقتك مشكله كبيره جدا بتواجه ولادنا هي الوقت وتنظيم الوقت بتاعهم. لكن ان انا اعمل جدول مسبق، يعني انا ما اجيش النهارده ان انا اقول انا النهارده هذاكر ايه، لا، انا لازم اعمل جدول بالاسبوع. يبقى انا عارف انا يوم السبت الساعه 3 ل 5 هذاكر كذا، ويوم الاحد من كذا لكذا هذاكر كذا، ويوم الاربعاء عندي على البث المباشر في مدرس هتفرج عليه الساعه كذا لكذا او هستمع اليه من كذا لكذا. اذا عمل جدول هيوفر ليا وقت طويل جدا جدا جدا. بالاضافه الى تنظيم الوقت، تنظيم المكان. تنظيم المكان ده مهم جدا جدا جدا، وترتيب الادوات بتاعتي ده مهم جدا جدا جدا. هيوفر لي وقت وهيوفر لي مجهود قوي جدا جدا جدا. بالظبط. يعني النصيحه اللي احنا دايما بنقولها لكل اولياء الامور والطلبه نفسهم، انه علشان تضمن ان وقتك يكون مظبوط لازم نعمل جدول. لازم نعمل جدول طبعا. لانك كل يوم هترجع تقول الله طب انا هذاكر ايه؟ طب اذاكر ده ولا اذاكر ده ولا اذاكر ده؟ اول ما يلاقي عنده مهام كتيره جدا للاسف مش هيعمل حاجه خالص. حل الامتحانات من الحاجات المهمه جدا اللي لازم نكون مواكبين ليها، لازم نكون ابديتد بالامتحانات في السنين اللي فاتت ونشوف كانت عامله ازاي واختلفت السنه اللي فاتت عن السنه اللي قبلها. القصه دي او ده بيعتبر عامل مهم جدا للطلبه ان هم ياخدوا بالهم، مش بس زي ما حضرتك قلت حل النماذج الاسترشاديه او المراجعه، ولكن حط نفسك. يعني كان دايما يتقال لنا كده حط نفسك في امتحان، اظبط وقتك وشوف انت هتتعامل ازاي معاه. اللي هيخلي الطالب يعرف هل هو فاهم ولا مش فاهم هو التقييم. مفيش اي عمليه تعليميه في اي حته في العالم بتنجح من غير تقييم.
مفيش اي عمليه تعليميه. يعني العمليه التعليميه وانت اعمل التقييم لنفسك. اعمل تقييم لنفسك. ده انا كان زملائنا واصدقائنا زمان يقول لك وانت بتقرا اعمل اسئله لنفسك. اعمل اسئله لنفسك، انت تحل الاسئله اللي موجوده وبعدين تعمل انت اسئله، انت تكون انت اسئله. نسبه فهمك للموضوع خليك مفكر. نسبه فهمك للموضوع هي اللي هتخليك لو انت حليت وجاوبت وناقشت وفكرت وابدعت يبقى انت فاهم الموضوع. طب انا ما فهمتش حاجه، لا يبقى في مشكله. ممكن تكون المشكله فيك انت ما انتش بتذاكر صح، او ممكن المشكله في انت كمتلقي ما انتش بتتلقى صح، وممكن يكون المشكله في اللي انت بتتلقى منه. هو بيوجهك غلط او بيدربك غلط او بيوجهك توجيه خاطئ. اذا التقييم مهم جدا 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 علشان اعرف يا ترى انا شغال صح ولا شغال غلط. طب هل انا في حاجه ممكن اعدلها؟ ايوه. فانا ابدا اعدلها. اللي بيخلي المدرس يعمل خطه للضعاف هي الامتحان. هو هيعرف منين ان ده قوي في كذا وضعيف في كذا؟ هي الامتحان. يبقى يا دكتور الملخص من هذا اللقاء او الحوار مع حضرتك انه في جزء مهم جدا على الاسره وجزء تاني على الطالب. زي ما بنقول كده ما نقدرش ان احنا كل المسؤوليات وكل الاعباء وكل الضغوط نلقيها على الطلاب فقط ولا حتى على الاسره. لكن نصايحك النهارده وتفاصيل كثيره عرفتها لنا عن قرارات الوزاره اتخذتها وبصدد انها تتخذها. اكيد الامتحانات هيكون اسهل وميسوره ما فيش فيها اي ضغط ولا فيها اي فخ. اولياء الامور طمنوا الولاد، اطمنوا انتوا كمان. العمليه ابسط مما تتخيلوا، وعمليه ان شاء الله باذن الله واولادكم ان شاء الله باذن الله هيكونوا راضيين جدا على الامتحانات السنه دي، وان شاء الله باذن الله ربنا يوفقهم ونفرح بيهم كلهم باذن الله يا رب. ان شاء الله. اشكر حضرتك مره ثانيه على وجودك معنا النهارده. شكرا جزيلا وانا سعيد بحضرتك جدا. شكرا جزيلا. مشاهدينا الاعزاء هنروح معاكم دلوقتي لفاصل ونرجع مره ثانيه متواصلين.